ما لقيتش الحقيقه عنوان غير اللي انت شفته ده، وهو ازاي الامين جمال او لامين يامال او ايا كان اسمه بيتنطق ازاي، قدر ان هو يثبت ان هو من احد اهم 3 مواهب في العالم حاليا، او ممكن يكون هو اهم موهبه شابه في العالم. وازاي ان فرنسا قدرت ان هي ما شاء الله في الماتش الوحيد اللي تلعب فيه كوره ولو بنسبه مثلا 60 70% ان هي تخرج من اسبانيا. واسبانيا اللي بتوريك ان هي منتخب لا، حتى لو ما عندوش خبرات في فريق في الملعب، عنده حنكه وفريق محنك وبيعرف امتى يهدي اللعب وامتى يمسك كرة وامتى يعمل اللي هو عايزه. فقبل ما نبدا في حاجه ما تنساش حط لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. تعالى يلا بينا عشان ندخل في رحله في انتصار اسبانيا على فرنسا واقصائهم من اليورو ووصولهم للنهائي. معاك محمود ويلا بينا نبدا. لو اتكلمنا والله عن فرقه فرنسا الاول، فرقه فرنسا الحقيقه اللي استوقفني النهارده ان فرنسا الماتش الوحيد اللي هم تخلوا فيه عن القرف والهبل اللي كانوا بيعملوه، قرروا ان هم يلعبوا كرة ولو حتى في الشوط الثاني. هم في الشوط الاولاني لعبوا كرة شويه لحد ما جابوا الجون، وبعدها كانوا عايزين بقى يرجعوا للهبل اللي هم بيعملوه ورا والدفاع وان احنا ما نهاجمش والكلام ده. بس الحمد لله اسبانيا قدرت ان هي تحط جونين ورا بعض عشان تخلي فرنسا مجبوره ان هي تلعب كوره. فرنسا انت بتشوف ان هي لما بتتجبر ان هي تلعب كوره، والله منتخب عنده كوره عادي ممكن يلعب كوره. مبدئيا فرنسا نازله هي غيرت بعض من افكارها، اللي هو لا والله احنا مش هننزل كل مره ان احنا ندافع، لا احنا ممكن نمسك كرة ونحاول نجيب جون في الاول وبتاع ونضغط اسبانيا الناحيه الثانيه اللي لا، هي زي ما هي اسبانيا اللي بتضغط، اسبانيا الشرسه، اسبانيا اللي عايزه الكوره، اللي ما بتحبش تسيب الكوره للفرق اللي قصادها ايا كان هي مين او عناصرها مين او معاها مين. هو ده اللي انت بتشوفه، اسبانيا والله نازله ضغطه وفرنسا هي اللي بتحاول تمسك كرة وتنقل. فرنسا اللي قدرت ان هي والله تلت ساعه تبقى قادره ان هي تلعب كوره، قادره ان هي تمشي كوره على الارض، اللي بيترجم على طول ان فرنسا بتقدر ان هي تحط جون اللي هو من الجبهه، اللي اي حد اتفرج على اسبانيا خايف منها. انت عارف ان خيسوس نافاس لعيب عنده 39 سنه، كتر خير الدنيا اصلا ان هو لسه ما اعتزلش وان هم خدوه معاهم حتى كتكريم. فان هو موجود بيلعب على كيليان امبابي اللي هو المفروض احسن لعيب في العالم حاليا يعني المفروض، ولعيب رايح ريال مدريد بقى ومنتشي، والمفروض ان هو بقى شال القناع وجاي بقى النهارده عشان يبدع المفروض يعني. فهو بيلعب، انت عارف ان جابه خيسوس نافاس دي مستباحه. انت عندك لامين يامال بيرجع يدافع بس برضه واجباته الدفاعيه مش قوي. المشكله كمان ان المدافع اللي جنب خيسوس نافاس ناتشو قدم مباراه عظيمه، فاجئني بصراحه يعني، قدم ماتش ممتاز جدا. بس انت فاهم ما فيش بقى كيمستري، الاثنين ما بيلعبوش مع بعض، واحد اصلا ما بيلعبش، خيسوس نافاس ده بيلعب في كل فين وفين ولعيب اصلا واخدينه معاه يعني اللي هو ما فيش باك يمين غيره الا فيفيان ده اللي نزل ومش عارف وبدلوا مراكز وبتاع، بس اللي هو حاطينه عشان ما فيش غيره، والله احنا مش لاقيين حد يلعب بيه. فمبابي مع اول كره بياخدها بيقوم جاي لاعب العرضيه بكل سهوله، كولو موانيه بيخش يعمل ارتقاء من ارتقاءات كريستيانو رونالدو وبيحط الهدف الاول اللي بعديها تحس ان خلاص فرنسا بقى. انت عارف ديشامب، هو ديشامب كده طالما حط جون هو ما بيبقاش عايز يحط جون اصلا يعني، هو بتحسه بيبقى مجبور، اللي هو قرفان كده وفرقته بتتقدم، اللي هو ازاي يعني بنجيب جون ونكسب يعني. فين البلانات وفين السيناريوهات المقرفه وفين احنا هنقرف المشاهد اللي بيتفرج على الماتش ازاي يعني. انا استفدت انا لما اكسب كده عادي زي المخليق ربنا؟ لا لا لا، ما يعجبنيش الكلام ده. لو وصلت لحد هنا خليك حلو بقى، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اي حاجه كده ظبط، عايزين نعلى بالدنيا شويه كده خليك حلو ومشي الدنيا. فهو الله فرنسا اول ما حطت الجون يلا يا باشا نرجع بقى، رجع لي بقى كل الخلق دول، يلا كله يرجع ورا، واللي هيعدي نص ملعب هضربه بالنار. اسبانيا بتفضل ان هي بقى تنقل، اسبانيا اللي عندها لعيب تقيل قوي في نص الملعب زي رودري، لعيب تحس ان هو شامل في كل حاجه يعني. رودري في الشوط الاول كذا كره بيبقى الكره مثلا ملعوبه له من اوناي سيمون اللي كان فيه كذا بصه ممكن تودي في منتخبه في داهيه، بس رودري بيقوم جاي الباصه وهي جايه له بيعمل فيك بادي فينت كده، اللي هو بيخلي 3 4 من لعيبه فرنسا يروحوا في حته وياخد الكره وهو يعدي في الناحيه الثانيه. رودري ممتاز جدا النهارده، بتشوف ازاي ان هو تفوق على كانتي اللي ما بيقدمش ماتش يعني. هو قدم ماتشات ممتازه جدا في اليورو لحد ماتش النهارده ما كانش باين قوي، مش برده كانتي اللي بيجري وبتاع، لا تحس ان هو ماتش النهارده كان مش احسن حاجه بصراحه. وبتشوف ان نص ملعب فرنسا مش في تقل نص ملعب اسبانيا. نص ملعب اسبانيا اللي لما بيحب يمسك كوره حتى لو هو كسبان والفرقه اللي قدامه عماله تضغط عشان تاخد الكوره ما بيقدروش ياخدوا الكوره. نص ملعب اسبانيا انت ما في المنتخب اللي قصاده ما بيقدرش ياخد منه الكوره. منتخب اسبانيا والله بعد ما فرنسا بتحط فيهم الجون بيحاولوا ان هم ينقلوا، بيحاولوا يلعبوا كوره، بيحاولوا يمشوا كوره على الارض لحد ما بيقرر الملك الامير خليفه
اي حد جامد في الحياه وهو كابتن لامين يامال بياخد كرة كده انت ما تفهمش. شوف سخريه القدر يا اخي، شوف سخريه والله العظيم. ده الكرة دي عليها سيناريوهات. يعني الواد اللي اسمه رابيو ده لسه طالع قبل الماتش، والله لو لامين يامال عايز يكسب لازم يورينا ويعمل حاجات ويتشقلب في الجو. ولامين يامال طبعا اداها حته حنكه وقام جاي مديك ستوري لا تتحدث الا عندما تقول كش مات. سخريه. شوف سبحان الله، يبين لك ان قد ايه ده واحد، ده لعيب كبير، ده لعيب شخصيته غير طبيعيه. يعني الشخصيه ان هو نازل وياخد يجيب جون زي ده، واللعيب اللي هو بيديله اللي بيرقصه وبينيمه وبيموه كده انه هيروح وبيقوم جاي بعته يبقى رابيو اللي هو اتكلم عليه غلط، ويحط الكره بين قدام عينه رابيو يشوفها وهي داخله بتزغرط هناك في المقص. لا لا لا، ده حاجه، ده ايه ده يا جدع؟ ده ايه الجبروت ده؟ ده ايه الجبروت ده؟ والله ده مش ممكن جبروت. انا ما شفتش كده، ما شفتش كده. يعني الواد ايه يا جدع؟ ايه يا جدع ده؟ ايه يا جدع ده؟ هو في كده؟ هو في كده والله؟ يعني بجد انت شفت لعيب عنده 17 سنه حتى مش 16 بيعمل كده؟ والله العظيم لعيب عنده 16 سنه هو اللي بيشيل المنتخب واخدهم عشان يلا يا رجاله هناخد اليورو بقى ان شاء الله. احنا في اول بطوله ليا، اول بطوله دوليه ليه، يلا بينا ان شاء الله ناخد اليورو بقى سوا كده ونخلي الدنيا حلوه. مش ايه ده؟ ايه ده؟ 3 اسيستات وجون. الواد بيرزع كرة ار2، يعني حاجة عظمة 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 عظمة. وبيحط مايك مينان طبعا بيطير عشان يجيبها. بس تجيب ايه؟ تجيب ايه يا جدع؟ تجيب ايه؟ ده الراجل. والغريب ان هو، يعني انت فاهم البني ادم لما بيجي يشوط بيحتاج ان هو يرجع مسافه عشان يحط باور في الكوره، عشان ياخد باور في رجله يقوم جاي مدير الكوره مخليها تروح في الحته اللي هو عايزها. لا، الواد واقف. الواد وهو واقف الكره تحت رجله قام جاي معزم وهو واقف وشايط. انت ما تفهمش دي اصلا اتشاطت كده ازاي ولا حاجه كده ازاي. انا ما اقدرش اشرح لك، اصل انا مش بتاع فيزياء والله، فانا ما اقدرش افهمك او افهم. انا مش فاهم اصلا ازاي الكره دي راحت كده. الكره بتروح في حته قاتله، في حته قاتله وقدام الواد، وبعدها بيحتفل ويجري ومش عارف ايه. حاجه قمه العظمه. يعني هو اكيد هينام يحلم باللي هو حصل النهارده. اللعيب اللي يتريق عليه، والماتش اللي فات برضه مش عارف سيمان يتريق عليه يقوم جاي عامل اسيست برضه ومكسب حاجه كده. لا 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 لا، اللعيب عالي قوي يا جماعه. الناحيه الثانيه نيكو ويليامز اللي هو ما كانش في يومه النهارده، ما شفناهوش، ما كانش حتى عارف ان هو ايه يمشي كوره او يعدي كذا مره من كوندي تفوق عليه في كذا كوره. يعني اللي في كوره قام جاي مديله كوبري وخده رايح جاي، بس في الاخر كوندي قطعها. كوندي اللي يمكن يكون حط جون في نفسه، بس هي حتى الكوره كانت داخله. يعني هي الكوره لو كوندي ما حطش رجله فيها هي كده كده كانت داخله جون، فهو حاول يشيلها فدخلت. وبيقدر منتخب اسبانيا ان هو يحط الثاني. منتخب اسبانيا لما بيحط الثاني خلاص بقى بيديها حته الكلاح. منتخب اسبانيا اللي انت ما كنتش بتشوفه بيتكالح. يعني انا ما افتكرش ان انا شفت منتخب اسبانيا ده من المنتخبات اللي بتعرف تتكالح وتلعب كره مقرفه وتمشي الماتش لحد ما تكسب. لا، يعني منتخب اسبانيا ده يحب دايما يلعب كره حتى لو كسبان 2 3 يحب يمشي وينقل وبتاع. لكن النهارده لا، اسبانيا بعد ال 2-1 بص انا همسك كره ومش عايز حاجه من الماتش، انا مش عايز حاجه ثانيه. هو اسبانيا بتمسك كره، الغرض ان هي تمسك كره. ايه والله يرجعوا لاوناي سيمون. اوناي سيمون يقرر يدي باص في وسط يضرب 3 4 خطوط ويقوم جاي مدي باص لرودري اللي بيضرب خط كمان. يعني فاهم، تحس ان هم بيضربوا خطوط الضغط بتاعت فرنسا بكل تفاهه، ولكنهم بيقشروا بصل مثلا. يعني الواد رودري يوم جاي مستلم واخد بادي فينت ومعدي ويرجع تاني. هم مش عايزين يجيبوا جون، هم مش عايزين يجيبوا جون. لامين يامال بيبدا بقى يدافع، ونيك ويليامز بيبدا يرجع، وكله بقى بيبدا يدافع. وخلاص اسبانيا هي مش عايزه تجيب جون، هي مش عايزه حاجه من الماتش. فرنسا بقى ايه ده؟ والله ده احنا شكلنا هنخسر. فرنسا اللي بتتفاجئ انه والله ممكن سبحان الله يتاخروا في النتيجه. والله ده شيء وارد، يعني شيء موجود في كره القدم. هم اتفاجئوا بقى ايه ده احنا ممكن نتاخر في النتيجه، ده احنا ممكن نبقى كسبانين ويجيبوا ده ازاي ده؟ طبعا فرنسا بقى ايه، حبوا بقى يهاجموا ويلعبوا وبتاع، ويطير لي يا ابني سيو وطير لي كوندي اللي عمرنا ما كنا بنشوفه بيطير اصلا مع فرنسا. ما كناش بنشوفه بيعدي خط النص. لا يا باشا طيرهولي. ورابيو مش عارف ايه. وطبعا جريزمان قاعد على الدكه كان مقدم بطوله زي الزفت، حتى لما نزل ما كانش مؤثر قوي. الخطوره كلها من ناحيه ديمبلي، الخطوره كلها من ناحيه ديمبلي اللي هو مشكلته ان هو لحد الدريبل ونعدي ونباصي ده اخره، ما يعرفش حاجه تانية. هو ما يعرفش ان في ممكن نشوط. الاوبشن الشوط ده مقطوع عنده من الاجنده. يعني احنا ما بنعرفش نشوط، احنا بنعدي وبنرقص وبناخد 1 و2 وبنخش وبنقطم، وبعد ما بنقطم بقى خلاص احنا بنهنج خلاص. هو ديمبلي امبابي الناحيه الثانيه ما كانش شايف النهارده. هو كره الاسيست وما فيش كره تانية. حتى الكره اللي هو هرب فيها وعدى وقطم دي كره امبابي انت عارفها. هو قطم هيبعت بعينه يودي انه هيحط في البعيده، هيقوم جاي راميها في القريبه جون، او حتى لو حطها في البعيده جون بيحطها في السماء. في السماء تحس ان هو مش معانا اصلا في الماتش. طبعا ديشامب قاعد بره
هنعمل ايه يا رجاله بقى ومش عارف ايه. قام جاي بقى يجيب بقى في على الدقيقه 60 70 كده، قال لك والله خرج لي بقى الرجالات دي كلها، خرج لي نزل لي جيرو. حلو، نزل لي جيرو مكان ديمبلي، تغيير انا ما فهمتهاش، ما فهمتش ليه تنزل جيرو مكان ديمبلي وتدخل امبابي مهاجم، فما يبقاش عندك اطراف، تبقى معتمد ان باركولا بس الوحيد اللي هو طرف وينج صريح يعني انا مش فاهم، ما فهمتش التغيير ده خالص. نص الملعب بيقرر انه ينزل جريزمان ويبدا بقى يلعب 4 1 4 1 على 4 2 3 1 على 4 4 2، وبص وعمال بقى يهبل ويهجص. والناحيه الثانيه دي لافوينتي قال لك والله بس بص انت زبون نقطه، انت زبون لقطه يا كابتن ديشامب، انا بص هتكلح عليك ومفيش كوره، لا انت هتلعب ولا انا هلعب، وخلينا بقى ننزل بقى لحد اخر الماتش. الفرنسيين مش عارفين يقطعوها. متخيل ان المنتخب اللي المطلوب منه انه يرجع مش قادر ياخد الكوره، مش قادر يستحوذ على الكوره، الاستحواذ مع منتخب اسبانيا حاجه قمه الذل، يعني قمه الذل ان منتخب اسبانيا ماسك الكوره وهو مش عايز يعمل بيها حاجه، هو بس عايز يضيعها، فهو متمزج. وطبعا دي لافوينتي قال لك والله احنا خرجنا الوينجات، لا احنا هنسيب الاثنين دول عشان لو عوزنا نروح في كوره، وراحوا لامين يامال قطم في واحده وصاروخ ببطن رجله، واحده كانت رايحه خلاص في السكك، لو كانت دخلت دي، لو كانت دخلت يعني انا مش فاهم يعني لامين يامال، يا ربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك يا ابني. والحمد لله ان هو عندنا في النادي حلو، واللاعب ده ليس للبيع. حلو، وايه عشان ما حدش بقى ايه لا باريس يجي يقول لك 400 مليون ولا بتاع، احنا اللعيب ده ليس للبيع. انت بتشوف على منتخب فرنسا بتبص مفيش تكتيك اللي هو احنا هنوصل للجون ازاي، يعني هم تحس ان منتخب فرنسا فردي يا جماعه، فرديات بحته زي منتخب انجلترا، اللي هو لو اتحط في موقف انه متاخر في النتيجه، لو بيلعب منتخب اتقل منه مثلا 2% خلاص هو بيهنج. هو بيهنج. منتخب فرنسا عمل شوط تاني كويس، احسن بكتير من القرف اللي كانوا بيقدموه، بس ده كويس مقارنه بالقرف بتاعهم، مش كويس كمجمل. في الاخر بعد كل الهكس ده اسبانيا بتكسب وبتطلع فرنسا. يلا يا جماعه، يلا بقى كفايه قرف وكفايه عته، يلا بره البطوله، وبيتاهلوا هم للنهائي عشان يلعبوا الفائز من هولندا وانجلترا، واللي انا حاسس ان هو هولندا هتبقى في الفاينل واسبانيا هتكسب، عشان الهولنديين يقعدوا يلطموا بقى خلاص. يعني هولندا كل حاجه في تاريخها بتلعب اسبانيا في الفاينل وتخسر، يعني هو هولندا ما بتعملش في حياتها غير كده. يا سيدي ده كان رايي في ماتش اسبانيا وفرنسا، وازاي قدرت اسبانيا انها تتفوق على فرنسا وتتاهل لفاينل اليورو. فلو زدت حد هنا ما تنساش تحط لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو بننزله. سلام يا معلم.